السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة هنعمل القرنبيط بطريقة حلوة وسهلة وبخطوات سهلة جدا وبطعم ولا أروع. لو القرنبيط ما بيطلعش معاكي حلو، بيطلعش مثلا معاكي مستوي، بيطلع معاكي مستوي زيادة عن اللزوم، لا هقولك خطوات وهقولك تفاصيل وهقولك الطريقة اللي هو الكفر بتاع القرنبيط اللي هيطلع معاكي بطعم حكاية. تعالوا نشوف الخطوات معانا داخل الفيديو. بس قبل ما نبتدي صل الفيديو على محمد. عليه الصلاة والسلام، نصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وندوس على اللايك وندوس على الاشتراك في القناة، وما تنسيش تسيبيلي كومنت حلو زيك. هنا أنا جبت القرنبيطة وقطعتها. اللي يقولك مثلا أسلق القرنبيطة كاملة، ما فيش الكلام ده. ممكن تتهري منك، بتبقى طريقة مش حلوة. هتيجي تقطعيها ممكن تقطع معاكي على فتافيت وحتت صغيرة، لا اعمليها بالطريقة اللي انا بعملها دي، والله العظيم هتعجبك خالص. اول حاجة انا بقطعها حتت على كد الجلية، يعني مش كبيرة قوي ولا صغيرة خالص، وما بيبقاش فيها الفرع زيادة عن اللزوم كبير. يعني بتبقى حتة كده من الفرع اساس تبقى ماسكة كده ايه، اللي هي عاملة زي الشجرة من فوق. هنا أنا المية حاطة فيها بس شوية ملح، ملح أبيض لا أكتر ولا أقل. ما تحطيش كمون عشان ما يمررش معاكي. وطبعا هنحطها بالطريقة اللي انتوا شايفينها في الفيديو، بنحطها من ناحية الفرع اللي من تحت، لأن هو ده بيبقى أنشف من مثلا ايه الحتة اللي عاملة زي الشجرة. عندي هنا الخلطة حبايبي، أنا بقطع كزبرة كتير، كزبرة كمية حلوة يعني، وعندي هنا بيضتين، وعندي شوية ملح طبعا، وهقلبهم من غير مية ولا أي زوادات الأول، وبعدين هنزل بكمية المية على قد الكمية اللي أنا هقليها. بعد كده هنزل بالدقيق، هنخل الدقيق كويس خالص علشان لما اجي اقليها تنفش معايا وتبقى خفيفة معايا، مش مش جابصة كده او تحسيها تقيلة او تحس ان انت بتاكلي زي العيش كده، لا تبقى حلوة خالص والكفر بتاعها رقيق مش تخين. عندي هنا بقلبها كويس خالص، بقلبها كويس خالص، وطبعا بضيف توم وبضيف الملح وبضيف الكزبرة الخضراء، الكزبرة الخضراء والكزبرة الناشفة، وبقلبها كويس خالص وبظبط الملح بتاعها. بس هنا انا ما صورتش حتة التومة. التومة اساسية، التومة تحطي حتة تومة كويسة خالص وتكون اساسية. عندي هنا سلقت اول حطة، ويوم ما بتسلقيها ما بتهريهاش، يعني اوعي تسيبيها على النار زيادة عن 5 دقايق او 7 دقايق بالكتير. اوعي تسلقيها زيادة عن اللزوم، لان القرنبيط لما بيزيد عن حده في السوى ما بيبقالهوش طعم. ولا ان انت برضو تسيبيه اللي هو مثلا نص سوا، لا يكون خلاص فاضله مثلا تكة وخلاص هيستوي، عشان ما يتهرش معانا وعشان يطلع طعمها جميل. عندي هنا الطاسة بتاعتي وحاطة فيها كمية زيت برضو كويسة، ما يكونش الزيت قليل علشان خاطر تتغلف معايا كويس. هنا بحطها في التتبيلة، وهحط اول حطة وهنشوف بعد ما تتحمر وهتشوفيها طعمها وشكلها، والله طلعت حكاية. ما تنسوش تتابعوني حبايبي على القناة، انا نفسي قناتي تكبر بيكم بإذن الله، علشان تشوفوا كل جديد بإذن الله بخطوات سهلة وبسيطة ومعلومات بإذن الله مش هتلقيها غير في قناتي، حتى لو معلومة صغيرة وبسيطة تستفادي منها بإذن الله. هتاخد معايا جليبة والتانية، وشوفي انتي بتحبيها بتطلعيها ازاي. في ناس بتحبها محمرة زيادة عن اللزوم، وفي ناس بتحبها مصفرة، وفي ناس بتحبها باللون ده. انا بحبها بالدرجة دي اللي انتوا شايفينها في الفيديو. أكلة جميلة جميلة جميلة، يعني بصراحة أنا من عشاق القرنبيط، يعني بحب الأكلات الشعبية جوا.
شايفين اللون وشايفين الجمال، اقسم بالله ما فيه من بعد كده تاني. يعني يمكن الصورة او الفيديو اديكم شايفين بيتكلم عن نفسه، يعني اديكم شايفين الصورة بتتكلم عن نفسها. هنا عندي حبايبي خلاص اني بحط الحطة التانية، وممكن ان انت مش مسوياها قوي في المية، يعني مش سلقاها قوي، ممكن انت تشيلي الباقي في التلاجة عادي. ممكن يقعد معاكي يعني يقعد عادي يوم واتنين في التلاجة على كده من غير تحمير. تحمري تاخدي بالكمية اول باول يعني. انا بحب اسلقها خالص مرة واحدة. صلي على محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بحب اسلقها مرة واحدة وباخدها من التلاجة بالطلب، يعني بشوف انا عايزة ايه الكمية اللي انا هعملها وبعملها. شايفين الجمال والحلاوة؟ يعني بسم الله ما شاء الله. هقطع لكم واحدة قدامكم دلوقتي، هتشوفوا الكفر بتاعها رهيف خالص وجميل، ومش جابس، ومش تحسيها كده ان انت عامله لها كفر تخين ولا اي حاجة. جربوا الطريقة دي وبإذن الله هتعجبكم. أحلى حاجة في الطريقة اللي هي في الخلطة اللي انت بتعمليها، بتحطي التومة والكزبرة الخضراء، بتكون كمية حلوة وكبيرة معاكي. حطيتي تومة حلوة بكمية حلوة، وحطيتي كزبرة خضراء بكمية حلوة، اعرف انك هتطلع طعم في حتة تانية. ادينا انا قسمت لكم واحدة اهي وطيبة، ومش ان هي مثلا مش مستوية ولا حاجة، لا، طيبة وكل حاجة. ما تنسيش حبيبتي تسيبيلي تعليق، سيبيلي تعليق علشان انا افرح وانزل لكم كل جديد بإذن الله. زي ما انا بتعب وبعمل لكم فيديوهات، شاركوني وفرحوني بتعليق ولايك واشتراك في القناة بإذن الله. انتظروا مني كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.